كشف الحسن السعدي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية حقيقة ما راج حول الحالة الصحية لرئيس الحكومة عزيز خنوش بعد الصعوبات التي واجهها في وضعية السجود والجلسة بين السجدتين خلال صلاة قيام ليلة القدر التي أداها إلى جانب الملك محمد السادس ليلة 27 من رمضان بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. وأكد السعدي في تصريح للصحافة أن رئيس الحكومة عزيز خنوش لا يعاني من أي وعكة صحية كما يروج البعض، موضحا أن لديه فقط مشكلة بسيطة على مستوى الركبة وبالتالي لا يستطيع ثنيها أثناء الصلاة، مبرزا أنه يقوم بعمله الحكومي بشكل طبيعي، حيث أجرى لقاء تواصليا مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها رئاسة الحكومة والمتعلقة بجولة أبريل من الحوار الاجتماعي. وأضاف المسؤول الحزبي ذاته أن هذا الجدال أثير من قبل بعض المحسوبين على المعارضة الذين انتهت عندهم حجج النقاش ويحاولون جر النقاش العمومي نحو الحضيض، مذكرا أن أخنوش قضى 13 سنة على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، وهو يقوم بجولات في المناطق الجبلية لتحقيق المغرب الأخضر بحسب تعبيره. واعتبر رئيس الشبيبة التجمعية في التصريح الصحفي الذي أدلى به عقب مشاركته في ندوة حول مشروع الدولة الاجتماعية وتحديات الظرفية الاقتصادية بإنسكان أن رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش أعاد لرئاسة الحكومة هيبتها. يذكر أن الحسن السعيدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية قد شن هجوما لاذعا على فرق المعارضة بمجلس النواب، واصفا أعضاءها بأنهم معارضو الفيسبوك والمواقع وهواة الشعبوية. ونشر السعيدي تدوينة على حسابه الرسمي بالفيسبوك انتقد فيه بشدة غياب برلماني المعارضة عن اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب الذي انعقد يومه الثلاثاء بحضور نادية فتاح العلوي وزير الاقتصاد والمالية لمناقشة ارتفاع الأسعار وتأثير التضخم على القدرات الشرائية للمواطنين. البرلماني التجمعي استغل غياب بعض من نواب المعارضة عن الاجتماع ليوجه سهام النقد اللاذع نحو خصومه السياسيين، واصفا اليوم كان حضور المعارضة في اجتماع لجنة المالية لمناقشة موضوع التدابير الحكومية لمواجهة غلاء الأسعار بأنه كان جد محتشم، قبل أن يتابع قائلا هادشي كيدل مرة أخرى على أن بعض مكونات المعارضة ما كتهمهاش مصلحة المواطن، وهمهم الوحيد هو البوز والفانتازيات الخاوية. هاد الناس خلاو الواقع وتابعين المواقع كيقلبوا على عدد المشاهدات ومزاحمين مع صناع التفاهة وقنوات روتيني اليومي.